ادعاك بذمه، ادعاك بذمه. ما بعتش المسلم، لا انا لسه باقي على مسلم لحد دلوقتي، واتمنى من ربنا ان ربنا يهديها وان هي ترجع لي. والله 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 اعمل لها كل اللي هي عايزاه زي ما انا كنت بعملها الاول، هعملها احسن برضك من كده. الناس في الدنيا عاملين يا رب تكونوا بخير. قبل ما اكمل بقيه الفيديو او المقاطع بتاعت ام سليم في مصر، يا ريت اول مقطعين اكون نزلتهم في الفيديو ده وصلوا لكم شويه الرساله اللي انا عايزه اقولها من الكلام اللي انا هتكلمه دلوقتي او من الفيديو ده. وتاني حاجه يا جيبس، انت قلت طبعا انت شاركت حياتك على السوشيال ميديا وما بتضايقش خالص من اللي يتكلم عنها او يدخل في تفاصيل. انا قلت لكم مادام خلاص انا واصاله بقينا موجودين معاكم على السوشيال ميديا، فانتوا ليكم الحق ان انتوا تعرفوا حاجات كتير عن حياتنا وليكم الحق يعني ان انتوا تخشوا في حياتنا. دي حاجه تشرفنا والله العظيم. رجاء بقى من اللي هيسمعوا الفيديو ده سواء المسلمين او المتابعين، بالله عليكم ما تتضايقوا من الكلام اللي انا هقوله، لاني انا شخصيا لو مكان مسلم او بعض المتابعين هتضايق. الكلام اللي هقوله يتفهم صح. دلوقتي انتوا عارفين المقوله بتاعت لا تتمردوا حتى تمردوا، بلاش يعني، المهم عارفينها دي. ده اللي حصل مع جيبس ومسلم، ده اللي حصل لما عملوا ترندين عن الخيانه الزوجيه، وفي ثالث مره فايز جت في الراس زي ما بيتقال، وحصل ان جيبس واصاله اتجوزوا. طيب نيجي بقى احنا والناس الجميله اللي بتحبوا مسلم نشعل الدنيا اكتر ونخلي مسلم بدل ما هي اصلا مقهوره زي اي واحده ست مكانها، لا تتقهر زياده وزياده وزياده بسبب الكلام ده. ازاي ان احنا ما نهديش الدنيا ما نلخبطش الدنيا. مفيش مبرر، اللي جبت عمله يزعل اي حد، مفيش تبرير، بس على الاقل لطفوا الدنيا بالله عليكم. ده منظر واحده ان انتوا تفضلوا تقولوا لها حسبي الله ونعم الوكيل فيه، من حقه ومش عارف يعمل فيكي ايه عشان انت كنت بتحبيه، مش عارفه ايه، كان الله في عوني. منظر واحده شوفوا معايا كده. بس ربنا فوق ولا حاسس بيا، وحسب الله ونعم الوكيل في العالم في الحاله اللي هو حاططها فيها. شايفين منظرها؟ شايفين اللي هي كان الله في عونها من اللي حصل لها دي؟ اللي ما بتحبش جوزها وبيتجوز عليها بتتجنن. اشحال اللي بتحب جوزها زي ما مسلم دي بتحب جوزها؟ كان الله في عونها يا جماعه. هدوا الدنيا شويه، حتى لو يعني هنقولوا ايه، حتى لو ان انتوا مش مقتنعين، بس حرام ما تخلوهاش تبقى هي لو زعلانه مليون في المية تبقى انتوا تزودوا وتزودوا. قولوا لها ده نصيب، ده قضاء وقدر، ده قضاء ربنا، معلش اهدي. وخصوصا انتوا شايفين، خلي بالكوا هي بتحبه ازاي وهو كمان بيحبها ازاي. هو في فيديوهاته بيحبها وباين بيقول مره واثنين وثلاثه قدام اصاله انا عايز ام مسلم ترجع، انا بحب ام مسلم، ام مسلم اساسيه في حياتي عندها وان شاء الله ربنا يهديها يا رب يا رب يا رب بجد. يعني انا بتمنى من كل الناس فعلا اللي بتحبنا فعلا انا ومسلم مع بعض ان هم يخشوا يهدوها بالكلام ويفهموها بطريقه كويسه كده ان انا والله العظيم ما هقصر معاها في اي حاجه، وفي نفس الوقت انا مش ربنا يهديها وان هي تقبل ان احنا نرجع لبعض تاني. وصدقني والله ما هقصر معاها في اي حاجه. ما قالش بقى انا كنت مش مرتاح معاها، لو مش عايزاني خلاص، لو عايزه تتطلق تتطلق. ما قالش الكلام ده. في رجاله بتبيع، لما في رجاله بتتجوز واحده ثانيه بتبيع الاولى خالص، بتخلق للاولى حاجات توحشها علشان فعلا لما تبيعها تبيعها على الحق. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه انتوا مش واخدين بالكم منها. سبحان الله من رحمه ربنا علينا الصبر. لما حد من اهله بيتوفى ربنا بينزل في قلب اهل المتوفي ده صبر من عنده عشان يستمروا. ربنا كمان لما بيخلي واحد يتجوز على مراته مع الوقت بينزل هدوء نفسي في قلب الزوجه الاولى، والا كانت كل الستات اللي جوازها اتجوزوا عليها اتجننوا لو ربنا ما صبرهمش مع الوقت. يا جماعه ربنا رحيم بعباده فوق ما تتخيلوا. ربنا بيعمل هدوء وطمأنينة في النفوس، بدليل ان احنا بنشوف دلوقتي واحد يبقى متجوز الاولى ولما يتجوز الثانيه الاولى بعد كده ممكن ترجع له وتستمر عادي. بتبقى واحد متجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ربنا بينزل كده في قلوبهم هدوء صبر. فانتوا بقى ما تقوموش الدنيا، مش يمكن ترجع له، مش يمكن ما بينهم عيال وما بينهم حياه، مش يمكن في يوم من الايام ربنا ينزل ما بينهم الالفه تاني وترجع له بمعجزه من عنده.
هو في ايه من عند ربنا طبعا المعجزه؟ في ايه؟ فهموا الفيديو بتاعي؟ فهموا كلامي؟ والله المستعان. كملوا الفيديو، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.